الله سبحانه وتعالى الذي يتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة كل ليلة. وهنا الإنسان لا بد أن يشعر بشيء من الحياء وهو يقرأ هذا الحديث. بالله عليكم، هل رأيتم ملك من ملوك الدنيا يأتي إلى الناس فيزورهم كل يوم ويسأل فلان وعلان من رعيته كل يوم؟ من هذا؟ الله، وهو ملك الملوك جل في علاه، وهو الغني عنا بالمناسبة. الله هو الغني عنا، هو الغني عنا، إلا أنه يتنزل إلى السماء الدنيا ليس ليلة في العمر، ولا ليلة في السنة، ولا ليلة في الشهر، ولا ليلة في الأسبوع. إن الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. الله أكبر، كل ليلة. لماذا؟ ليسأل عباده. بالله عليكم، هل رأيتم ملك يسأل مملوك؟ هل رأيتم رئيس يسأل مرؤوس؟ هل رأيتم غني يسأل فقير؟ هل رأيتم قوي يسأل ضعيف؟ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ليسأل من؟ ليسأل عباده، وهو الغني عنه. الله 3 أسئلة تطرح كل ليلة. أين الذين يريدون ما عند الله؟ كل ليلة تطرح هذه الأسئلة، كل ليلة هذه الأسئلة تأتي من السماء السابعة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. هل من تائب فأتوب عليه؟ أين التائبون الذين أرهقتهم المعاصي؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ فهنا اجتمعت الدنيا مع الآخرة في قضاء ما نريده من مغفرة للذنوب، وأن نستغفر الله عز وجل على ما مضى. قال: وأما طالب حاجة. وهنا حوائج الدنيا التي ضاقت بها صدورنا جميعا. الله عز وجل يسألك أن تمهد وأن تطرح ما تريد في الثلث الأخير، وهو الذي يطلب منك جل في علاه.